في خطوة تعزز قوة الاحتياطي النقدي والذهبي لمصر، سلمت النيابة العامة للبنك المركزي دفعة جديدة من السبائك الذهبية المستخرجة من أحراز راكدة منذ عقود، بعد إعادة تقييمها وتحويلها إلى رصيد فعلي للدولة. هذه العملية التي جاءت بتنسيق كامل بين النيابة العامة ومجلس الوزراء والبنك المركزي أسفرت عن إنتاج وتسليم 265 كيلوغراما من الذهب عالي النقاء، قيمة اقتصادية تقترب من 34 مليون دولار، أضيفت مباشرة إلى احتياطي مصر من الذهب، أحد أهم ركائز قوة العملة واستقرار السوق. الخطوة لا ترفع فقط حجم الاحتياطي الذهبي، بل تعكس قدرة الدولة على تحويل أصول راكدة ومتجمدة إلى قيمة نقدية حقيقية، رصيد يدعم موقف مصر المالي ويعزز قدرة البنك المركزي على مواجهة التقلبات العالمية، ويمنح الاقتصاد عنصرا إضافيا من الأمان والاستدامة. محافظ البنك المركزي أكد أن إضافة هذا الرصيد الذهبي تمثل إنجازا استراتيجيا يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، بينما شدد رئيس الوزراء على أن ما حدث نموذج واضح لاستخدام موارد الدولة بأعلى كفاءة وتحويل المضبوطات